اهلا بيكم في قناتي احلى الاكلات. هنعمل النهارده مع بعض حاجه حلوه قوي. اللي عارفها اكيد مدمنها، واللي لسه ما عملهاش قبل كده اكيد هيعملها تاني من كتر حلاوتها. تعالوا نشوف احنا هنعمل الوصفه دي ازاي، وايه المقادير بتاعتها، وازاي هتطلع معانا حلوه بالشكل ده. تعالوا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف عملناها ازاي. معايا حوالي نص كيلو فول بلدي عادي من بتاعنا. انا نقعته 24 ساعة، وبعد كده صفيته من المية، ورجعت تاني جبت شاشة وحطيته فيها ولفيته، وحطيت عليه مية كده، يعني رشيت عليه مية بحيث ان هو يكون مندي بس كده، وسبته حوالي يومين. في اليومين دول كنت بحط المية فيه، ممكن احط الصبح وممكن احط بالليل، اقعد احط عليه مية كده لحد ما هينبت معايا بالطريقة ديت. وخد معايا حوالي 3 ايام اما طلع معايا بالشكل ده. هحطه بقى في قدرة، ممكن نحطه في حلة عادي خالص، ونضيف عليه مية مغلية، ونضيف بصلة متوسطة، وثوم مقطعينه حتت صغيرة، ونحطه عليه. بيدي نكهة حلوة قوي للفول النابت اللي هنعمله. طبعا تعرفوا هنعمل هنعمل فول نابت. هرفعه على النار بقى، وما خدش معايا وقت خالص. اول ما هيغلي هخلي الغطا يعني يكون كده بالشكل ده، بحيث ان هو ما يفرش على البوتاجاز، وهدي بقى النار عليه. اخلي النار هاديه شويه، وهسيبه بقى حوالي هو خد معايا زي تلت ساعه. طبعا ما هياخد معاكم طبعا بعد تلت ساعه كده انا فتحت عليه وشفته. لقيته استوى معايا خالص، ما خدش وقت. طبعا احنا قاعدين 3 ايام يعتبر لحد ما نبت معانا بالشكل ده. هيطلع بقى منه احلى شوربة نابت هتحبوها قوي. هو استوى معايا خالص خالص اهوت. خلاص بقى هطفي عليه. احنا بقى هنعمله سندوتشات، وممكن ناكله كده نقدمه كده، بس احنا بنجيبه من بره سندوتشات باسعار غالية جدا. اعمليه في البيت طبعا احسن وانضف. هنصفيه من المية، هنصفي حبة منه كده من ميته خالص، وهنضيف عليه كمون وملح وشطة لو حابين، وهنحط عليه زيت حار وليمونة، وهنقلبه كويس. وهنكون طبعا مجهزين طبق السلطة بتاعتنا الخضراء العادية اللي احنا بنعملها ديت، ما فيهاش اي حاجة. وهنجيب عيش بلدي، طبعا هنفتحه بالطريقة دي كده زي ما حضراتكم شايفين. هنحط بقى فول الاول، وهنحط بقى طبقة سلطة كمان، هنضيف عليه الزيت حار والليمون طبعا لو انتوا حابين بقى حسب الرغبة، بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. هتاكلي احلى سندوتش، هتدمنوه. الفول النابت فعلا لذيذ جدا، هيعجبكم. هنعمل كمان مع بعض واحد كمان لحد بقى ما نعمل الكمية كلها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه.
هنضيف زيت حار طبعا وليمون لو حابين برضو. هخلصت انا الكمية كلها خلاص. هعمل بقى معايا طبق شوربة النابت بالفول، ده طبق لوحده خالص. لو حابينه كده حابينه في السندوتشات طبعا ذوق حضراتكم. انا هضيف عليه معلقة كمون وشطة وملح وليمون وهقلبه كده. هتشربي احلى شوربة، شوربة نابت بجد، طعمها تحفة حلوة قوي. هي بتتكلم عن نفسها. هتقدمي طبعا بألف هنا وشفا لكل حبايبك. لو أول مرة بتشوفوني لايك وشير واشتراك في القناة لو عجبكم الفيديو، وإلى اللقاء بفيديو جديد ووصفة جديدة، واشوفكم على خير. بحبكم في الله.